السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي الحلوين؟ ده بواقي شغل، شايفين ده بواقي شغل. هنعمل من بواقي الشغل ده 2 ميدالية موبايل، 2 من والله العظيم 3 بواقي شغل. ده مش حاجة انا كنت يعني عاملة حسابها اصلا، بس انا مضطرة ان انا اعملهم لان انا حد يعني قال لي انا عايز ميداليتين ضروري، فانا بكملهم له وبعمل له بواقي شغل ميداليات من عندي، وهو موافق على الموضوع خالص. يعني هو اهم حاجه، انا عارف انك مش هتطلعي حاجه وحشه، وانا فعلا عمري ما هطلع حاجه وحشه ابدا. تمام، طبعا كله بفضل الله وثقه الناس دي انا بحبها جدا يعني. يلا بينا نبتدي، نسمي الله كده ونشتغل. يلا بسم الله. خد كده 3 وادي كمان 3. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه كانت حلوه ولا لا، وبواقي الشغل قد ايه يا جماعه. والله العظيم بينفع الناس اللي بترمي الباقي دي، والناس اللي تقولي ما بعرفش اعمل بيه حاجه، اهو اتعلمي وهيبقى ليكي والله كله خير ليكي انتي، يعني ده رزق. بصي الجمال، ما ترموش خرزايه عندكم، حطوا البواقي في مكان وانتوا بعد كده هتحتاجوه في حاجات كتير. هبتدي اهو 3 كمان. طبعا انا الطبق اللي انا شغاله فيه هو مقاسي، هو المقاس اللي انا بشتغل عليه طول الوقت. بصوا مقاس الشغل بتاعي اهو، ما كملش لسه معايا، هحتاج 3 كمان اهو. بصوا كده انا كده كمل معايا. طب انا معايا بقى 4، وانا شايفه ان بجد انا ما عنديش تاني الوان، فانا هكترهم من هنا اخليها 5، ولما اجي اقفل من الناحيه التانية انا هحط كمان 5. هنا 5 والناحيه التانية 5. يلا بينا. بصي لما بتشتغلي وايدك بتبقى واخده على الشغل الموضوع بيبقى سهل، يعني متستصعبيش امر. بصوا ده صعب قوي ان يتمسك بالايد بجد، انا ساعات بمسكه وساعات مش بعرف اتمالك فيه خالص. بصوا كده الجمال اهو. بصي اهو، بعدي تاني من نفس الفتحه، وقلت لكم دي ما تبقاش طويله قوي، بس يعني يبقى فيها سنه وما تقصيهاش اهو بالزراديه بتاعتي. بصوا يا جماعه الزراديه لا غنى عنها، ما تشتغليش لو انتي ما عندكيش زراديه، ما تشتغليش اصلا والله العظيم بجد. ليه؟ عشان هي اللي بتمسك لك الدنيا والشغل وكل حاجه، هي شغلك اصلا. ف40 جنيه مش هيخسروك اي حاجه يعني، بالعكس هيكسبوك كتير. بتعدي بقى الباقي من الفتحات دي زي ما انتم شايفينها اهو اهو، عديتهم اهي كده. بصوا انا هنا هكتر دول باينين واحط طبعا هنا. ملناش دعوه بالراجل اللي بيبيع بره ده، ملناش دعوه بشغلنا. يلا بينا، هي واحده كمان اهو. هبتدي ادخل الاستوبر
اهو كده. وادي اهو، دي كمان خلصت معايا. جماعة بواقي الشغل بيعمل حاجات حلوة جدا والله العظيم بجد. ماشي، سبت الكل مش عايزة اقفل اهي. مش كل الاقفال بتقفل يا جماعة، في اقفال بتبقى صغيرة. يعني ده خلاص علق، ده باظ، انا هضطر ان انا احط واحد تاني، اصلا هشيل ده خالص واحط واحد تاني. ده اهو بصي علق، مش هطلعه كده لاي حد خلاص. بواقي الشغل مطلع شغل قمر. بواقي الشغل مطلع لك 30 جنيه. ده بواقي الشغل، ايه رايكم؟ بواقي الشغل هنا هيطلع لي 30 جنيه كمان. تمام اهو، ده بواقي الشغل اهو. واحده تانية غير اللي اتعملت. يلا بينا نشتغلها. بواقي الشغل مطلع لي عسل شغل، سكر شغل. يلا بينا، نفس الكلام، تلاتات، 2 3 اهو، واهو 3 شغل. استنى يا جماعه رايكم بالله عليكم، انا كلامكم بيشجعني جدا اكمل، وانا بقالي فتره منزلتش حاجه. وان شاء الله الايام اللي جايه مش هنبطل تنزيل فيديوهات. بس انا بقفله اهو، انا مش شرط اقطعه اهي، انا بشدها بس. تمام، انا بس بوريكم بواقي الشغل بيطلع عسليات، مش شرط بواقي الشغل يترمى. تمام كده اهو. بصوا انا الشغل خلص، يعني ايه، البواقي اللي معايا خلصت، بس انا عندي برطمان في بواقي تانية. فهل بقى انا خلاص كده انا هقفل والشغل خلص معايا وانا هزعل؟ لا على فكرة انا هكمل من البرطمان التاني دلوقتي. تمام، بصوا ادي واحدة اهي، وهشوف البرطمان بتاعي اهو، في بواقي شغل اهو معايا تاني اهو. هاخد 3 اهو، نفس اللون، نفس درجة اللون، وفي ازرق. بصوا انا، بصوا شايفين البواقي بعمل فيها ايه؟ اللي بتبقى بواقي حبات صغيرة، بصوا بسيبها انا، ما برميش. رمي الشغل ده تهدير، تهدير لشغل انت جايباه دافعه فلوس. انا ممكن الغي دي اهي كمان واخليهم 3 اهو، لو دي اغمق سنه صغيره. والله العظيم 3 بيطلع لك فلوس. انت عملتي 60 جنيه اهو، من ولا اي حاجه، من بواقي شغل انت كنت ممكن ترميهم عادي جدا، وما كانش انت مش هتحسي بيهم لو انت يعني عامله فلوسهم. بصي كده، يلا بينا.
ادي واحدة، ادي التانية اهي، ادي التالتة الحلقة اهو. بقطع هنا بعدها بشوية وهدخل واحد ستوبر، اسمه استوبر، ادي اتنين صغيرة جدا انا عارفة، اتنين افضل ان انا اعديها من التالتة. بس كده انا هشد دي قوي اهي، واجي هنا بصوا يا جماعة، عملنا كارثة من بواقي الشغل، كارثة في الجمال، كارثة في الحلاوة، كارثة في الطعامة من بواقي شغل كان عندنا، كان ممكن يترمي ما نحسش بيه. قولولي كومنتاتكم، هستناكم قولولي رأيكم ايه، وبجد رأيكم مهم بيشجعني. اشوفكم على خير.